أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استمرار المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت في منصبه، وبالتالي سيكمل ساوثغيت عقده الذي ينتهي في صيف 2024 حتى بطولة كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا. وكان ساوثغيت قد تولى تدريب المنتخب الإنجليزي في 2016 خلفا للمدرب سام ألاردايس الذي ترك منصبه بسبب قضايا فساد. ووصل منتخب الأسود الثلاثة مع ساوثغيت لنصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي كأس أوروبا 2021. قال تقرير بريطاني إن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغا ضخم من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل الفترة المقبلة من سوق الانتقالات. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع جود بيلينغهام وفرانكي دي يونغ. وأضاف المصدر بأن مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون جنيه استرليني من أجل حسم الصفقتين. وحاول مانشستر يونايتد التوقيع مع ديونغ في الصيف الماضي لكنه فشل، بينما ترغب عدة أندية بضم بيلينغهام أبرزها ريال مدريد وليفربول. صحيفة آس الإسبانية أكدت أن الكرواتي لوكا مودريتش لم يحدد بعد خطوته المقبلة، وترك كافة الخيارات الخاصة بمستقبله معلقة حتى الآن. عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم، واللاعب يبدو مستعدا لتجديد عقده لموسم آخر حتى صيف 2024، لكن لم يتوصل ريال مدريد ومودريتش حتى الآن لاتفاق نهائي على تمديد العقد، مما يهدد مستقبله في سانتياغو برنابيو. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ماركو أسينسيو على مقربة من تجديد عقده مع ريال مدريد. وارتبط أسينسيو بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرا، بالنظر إلى أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم. لكن مع إصابة الفرنسي كريم بنزيما ووضعية إيدن هازارد المعقدة، فإن تجديد عقد أسينسيو سيكون تدعيما ضروريا للوس بلانكوس. صحيفة ديفينسيا سنترال الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر جديا في خيار التوقيع مع ميغيل غوتيريز ظاهره السابق الذي يلعب في نادي جيرونا الآن. وحسب التقرير فإن ريال مدريد مهتم باستعادة غوتيريز الذي يعد من خريجي أكاديمية ريال مدريد. ورحل غوتيريز إلى نادي جيرونا في الصيف الماضي، لكن مستوى اللاعب البالغ 21 عاما جعل ريال مدريد يفكر جديا في استعادته من جديد. خرجت تسريبات صحفية تؤكد بأن فينيسيوس نجم منتخب البرازيل وريال مدريد يخطط لفسخ عقده مع نايكي بسبب المشاكل التي حدثت بين الطرفين في فترة كأس العالم. حاليا شركة بيما تريد ضمه لصفوفها وعلى استعداد لمنحه الأهمية التي يعتقد أنه يستحقها وبراتب فلكي، ولكن هناك شركات أخرى مهتمة به مثل أديداس ونيو بالانس. أكدت صحيفة ليكيب أنه في حال بقاء ديشون مع فرنسا، فإن استدعاء بنزيما للمنتخب بعد كأس العالم سيكون في محل شك كبير. مستقبل بنزيما مع منتخب فرنسا غير معلوم، ومن الممكن أن يفكر اللاعب في الاعتزال الدولي بسبب المشاكل مع المدير الفني ديشون. تفوق مبابي على نفسه في مونديال قطر الذي أسدلت ستائره بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح. فوز الأرجنتين لم ينتقص من التاريخ الذي سطره مبابي مع منتخب فرنسا، والذي فتح الأبواب من جديد للحديث عن إمكانية انتقال اللاعب لريال مدريد.
هذا وقد تباين الموقف في الريال ما بين مؤيد للتوقيع مع مبابي مستقبلا، لأن ترك تلك الصفقة سيكون مضرا للوس بلانكوس، وهناك من يرى أنه لا بد من تطبيق شعار الريال فوق أي لاعب، وذلك مهما كانت أهمية مبابي. المفتاح في يد فلورنتينو بيريز الذي سيقرر إن كان سيستمر برفع الشعار أم أن الصورة ستتغير. تمسك نادي ريال مدريد بموقفه الرافض لفكرة استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الشتوي في يناير، ولا يتواجد رونالدو في أي ناد منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي بسبب تصريحاته العدائية ضد الإدارة والمدرب إيريك تين هاغ. وعقب خروج البرتغال من ربع نهائي كأس العالم، حصل رونالدو على إذن من ريال مدريد للتدرب بشكل فردي في المدينة الرياضية الفالدي بيباس. ورغم أن رونالدو وهو يطلب التدرب بشكل فردي في ريال مدريد كان يمني النفس بالعودة للملكي، لكن إدارة الميرينغي رفضت الفكرة تماما. منصة ديبورتيس الإلكترونية الإسبانية وضعت 3 أسباب دفعت إدارة الريال لرفض فكرة استعادة الهداف التاريخي للوس بلانكوس. وتقوم سياسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة على فكرة استخدام المواهب الشابة التي كان آخرها ضم البرازيلي إندريك من بالميراس. وتؤمن إدارة ريال مدريد بأن الاستثمار في المواهب على غرار فالفيردي فينيسيوس رودريغو كان مهما في نجاحات الموسم الماضي، خاصة على صعيد التتويج بدوري الأبطال. ومن ثم فإن ريال مدريد يرى أن ضم رونالدو ولو لمدة 6 أشهر سيكون كسرا لهذه السياسة المنتهجة للفريق الأبيض. ويدرك ريال مدريد أنه حتى لو قبل كريستيانو بخفض راتبه الأسبوعي فإنه لن يكون بشكل كبير أو يتقبله نجم البرتغال. هذه المشاكل تتمثل في أن رونالدو لن يقبل بدور البديل بشكل دائم، بدليل المشاكل التي حدثت بسبب هذا الأمر سواء مع مانشستر يونايتد أو منتخب البرتغال. ولهذا فضلت الإدارة الابتعاد تماما عن التفكير في استعادة الضون، ليبقى مستقبل الأخير لغزا يبحث عن إجابة في قادم الأيام.